بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الحضور الكريم، إخواني المشاركون، أهلي أبناء العراق الحر العظيم، والله كم أرادوا وأنتم على رأس دولنا الخليجية، وهذا ما يلقي عليكم العبء الأكبر. كانوا دائما يريدون أن يضربوا إسفينا حتى يأتي اليوم الذي نحرم فيه من موقفكم الشريف هذا. فأنتم والله اليوم تقومون بالدور اللي نتطلع له نحن في الخليج. البحرين وما يحدث فيها هي بروفا إن نجحت فوالله سقط كل إنسان، كل مسلم حر شريف، كل ابن مذهب 12. فهذه مؤامرة حقيرة قذرة. والله تواصلنا مع أهلنا في البحرين، كنا معهم في دوار اللؤلؤة، والله لم نجد، والله لم نجد من يرفع صورة أو راية أو علما أو شعارا إلا علم البحرين وشعار لا سنية لا شيعية، ومطالب حقة. شعب يظلم وعلى مرأى ومسمع تغير تركيبته الديموغرافية، لأن أغلبيته الشيعية كانت 80%، تم تخفيضها إلى 65%. وهم كعادتهم شعب البحرين، سنتهم وشيعتهم طيبين متسامحين رائعين ذو خلق. نحن في الخليج وأنتم على رأس الخليج شمالا تشهدون لهم بذلك، فلماذا هذه الحشود وهذا التكالب ليعيدنا يوم اقتحام دوار اللؤلؤة إلى كربلاء، إلى يوم طف جديدة؟ والله إنه كان يوم الطف، والله إنه كان يوم طف آخر. خيام، عزل، نساء، أطفال، شاهدتهم بأم العين، عشت معهم. والله إحداهن في 70 من العمر على عربة سوق مركزي تضع الخبز وتوزعه على الناس لوجه الله تعالى، لتساهم في بقاء المعتصمين في الدوار لحين تحقيق مطالبها. ليأتي النظام وبناء على مؤامرة كبرى ليجنس من أبناء غير العراق، لا أريد أن أسمي الأسماء، المهم مؤهلاتك للتجنيس يجب أن تكون سنيا وهابيا ناصبيا رافضا للشيعة والتشيع وكل ما هو يؤهلك أن تستبيح دم وأعراض الشيعة، لأنهم كثر في البحرين. هذه المؤهلات التي كانت مطلوبة فقط للتجنيس، والشعب يرفع مطالب جدا عادلة. نسمعهم ينادون بالملكية الدستورية وأبنائهم يستشهدون. نقول لهم يا جماعة أبنائكم قاعد يروحون بلاش يا جماعة. يقول لك والله احنا بالأخير ننادي بطلب إصلاحات دستورية
ولا يخشى شعب البحرين أهلنا من السنة. فوالله إن تحقق لنا ذلك وقدرنا نوصل بأن نغير الدستور إلى ملكية دستورية، فيجب أن ينص، يجب، هؤلاء هم المطالبين المعارضين أهلنا بالبحرين، يجب أن ينص بأن للسنة كما للشيعة سواء بسواء، لا نقبل أن نكون أغلبية. تنازل، والله تنازل. إذا هي بالديمقراطية اللي احنا اليوم العالم يتشدق فيها في القرن 21، وكما تفضل استاذي الدكتور احمد الشلبي واستاذي كمان الاستاذ بيان، انا اذكر الاسم بيان جبر استاذي لا تواخذني يعني لك. وبالتالي يا جماعة تنازل حتى وفق أسس الديمقراطية الحديثة، تنازل عن حقهم، وكانوا على وشك الوصول من الكويت، وأعلم بالمساعي وأنا في صلبها مع الوفد الشعبي ومتابع معهم، وأيضا سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد اللي مشكورا بنية صادقة سعى لهذا، ولكن قبل أن يتحرك كان يريد أن يفرش الفرشة ويشوف، فتحركوا والتقوا.